الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم قلعة سرارنا المحترم، السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية المحترم، السيد رئيس المحكمة الابتدائية المحترم، السيد رئيس المجلس الإقليمي المحترم، السيدة رئيسة فرع حقوق الإنسان في فرع قلعة سرارنا المحترمة، السيد ممثل التعاون الوطني بمندوبية فرع قلعة سرارنا المحترم، السيد رئيس مركز حقوق الإنسان المحترم، السادة رؤساء المصالح والأقسام الخارجية المحترمين جميعا، السادة الأساتذة الجامعيين الحضور الكريم، ممثل وسائل الإعلام الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم. بداية لا بد من توجيه الشكر الجزيل والامتنان على الدعوة الكريمة من طرف الجهة المنظمة لحضورنا هذا الحفل البهيج، وذلك لتخليد ذكرى 8 من مارس، الحدث الذي يؤرخ لبداية نضال المرأة في العالم وكفاحها من أجل نيل الحقوق والكرامة لشريحة تمثل نصف المجتمع. وبهذه المناسبة أتقدم بأصدق التهاني للمرأة المغربية والمرأة في العالم، متمنيا لها المزيد من تحقيق المكاسب المشروعة للارتقاء إلى المكانة التي تستحقها. وما يهمنا اليوم بالتحديد هو وضعية المرأة بوطننا، والتي قطعت أشواطا على درب تحقيق العدالة والتمكين والمساواة، وقد تبوأت مكانا مرموقا في النسيج المجتمعي، ولم يعد دورها محصورا في وظيفة بعينها، فهي حيث حلت تضفي على العمل مما حباها الله من مواهب وقدرات، على التحمل والعطاء إلى أقصى حدود التفاني، حيث أصبحت قادرة على تولي كل المناصب في القطاعين العام والخاص، ولها أيضا مكانتها في مراكز صنع القرار بعد أن حازت على الثقة الكاملة، وكما قال الشيخ الأكبر ابن عربي الذي لا يؤند لا يعول عليه. ولا زالت المرأة المغربية تراكم النجاحات في مجال التمكين، مسنودة بنضالات المغاربة الأحرار وخاصة الحركات النسائية، علاوة على أنها تحظى بعناية ملكية سامية. ففي خطاب العرش الأخير بمناسبة الذكرى 23 لجلوس صاحب الجلالة نصره الله على عرش أسلافه الميامين، أكد جلالته على الدور المركزي للمرأة في عملية التنمية الشاملة، حيث قال: إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. لذا أشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وقد حرصنا منذ اعتنائنا العشر على النهوض بوضعية المرأة وفتح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها. إن أهم الإصلاحات التي قمنا بها إصدار مدونة الأسرة سنة 2004 واعتماد دستور 2011 الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة. انتهى كلام صاحب الجلالة. يتبين من النص الخطاب الملكي إصرار أعلى سلطة في البلاد على إعطاء المرأة كامل حقوقها القانونية والشرعية ومنحها المكانة التي تستحقها. إن مدونة الأسرة ودستور 2011 شكل قفزة نوعية، لكن على مدى أعوام من التجربة شابت التنزيل عدة نقائص وعراقل حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة. وفي هذا السياق أكد جلالة الملك نصره الله في نفس الخطاب
على ضرورة تجاوز المعيقات والنظر إلى المستقبل من خلال تعديلات يتم التشاور والحوار والتداول بشأنها من لدن جميع المتدخلين في القطاع، حيث قال صاحب الجلالة: إن مدونة الأسرة التي شكلت قفزة إلى الأمام أصبحت غير كافية، فالتجربة أبانت أن هناك عدة عوائق انحرفت بالمشروع عن مساره وحالت دون تحقيق الأهداف. ولعل أبرز هذه المعيقات مقاومة العقلية الماضوية في تأويل النصوص، استمرار زواج القاصرات وزواج الفاتحة، يضاف إلى ذلك ضرورة إعادة النظر في مفهوم الولاية التي تطرح لدى المطلقة مشاكل بالجملة فيما يتعلق بوثائق الحالة المدنية وجواز السفر والحساب البنكي للأطفال وغيرها. إن إقرار إصلاح في المدونة يضمن الكرامة والمساواة، يحتاج لترافع علمي يستحضر الملائمة مع دستور 2011 والمواثيق الدولية، مع إعمال اجتهاد متنور يراعي السياقات الحضارية. ومعلوم أن الاجتهاد في أمور الدين يتطلب رفع الصوت الأكاديمي، فبخصوص إصلاح مشروع مجتمعي كبير عادة ما يغيب العلم وتحضر الإيديولوجية، وهذا من أساس فشل العديد من النماذج الإصلاحية. لذا يتعين أن يستند الإصلاح إلى دراسة واجتهاد علمي ومتجرد، أي إلى تراكم معرفي من طرف فقهاء وقانونيين وباحثين متنورين. إن هذا الإصلاح ينبغي أن يشكل ثورة مجتمعية في أفق إعطاء كل ذي حق حقه، فالمدونة كما يقول صاحب الجلالة نصره الله ليست مدونة للمرأة وحدها أو للرجل وحده، إنما مدونة للأسرة. أليست النساء شقائق الرجال في الأحكام؟ قد جاء في محكم التنزيل: ولقد كرمنا بني آدم، دون التمييز بين الرجل والمرأة. وقبل الختام وبهذه المناسبة أتقدم لكل النساء بأسبق التهاني وأملي أن تحقق كل ما تطمحن إليه في الأمد المنظور. كما أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل أيضا لكل الذين سهروا على إخراج هذا الحفل إلى حيز الوجود. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه المدينة، واضعين يدا في اليد من أجل خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقه مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الكريمة العلوية. والسلام عليكم ورحمة الله.